أهلا بيكم. حضرت قلبك واستعديت عشان أعظم أركان الحج. الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، وده لأن ما ينفعش الحج من غيره. بعد زوال الشمس أو بعد أذان الظهر بيجي وقت الوقوف بعرفة، وده على أرجح الأقوال. بينتهي وقت عرفة لما يجي فجر يوم النحر. بعد كده مفيش عرفة، والحج ما بيبقاش قبل لو انت ما وقفتش في الوقت ده على عرفة. بتصلي الظهر والعصر جمع وقصر، ومن بعدها بتقعد تدعي. الدعاء هو أهم عبادة في اليوم ده، وما تستهونش باليوم دوت. ربنا بيبقى قريب جدا مننا، وبيبقى الدعاء مستجاب. فادعي من قلبك بكل اللي انت عايزه، وتوب واستغفر. اليوم ده بيفكرنا بيوم القيامة، من الزحام وجموع الناس اللي حوالينا، فبيخليك تقف وقفة كده مع نفسك، ان انت تعمل شوية لآخرتك وتنسى الدنيا. حاول تفكر في المعاني ديت وركز في الدعاء، واعرف ان اكتر يوم ربنا بيعتق فيه رقاب من النار، وادعي انك تكون منهم. وبيشهد ملائكته ان هو غفر للحجاج دي كلها. اليوم بيبقى صعب، والشمس بتبقى حامية جدا، وبيبقى مرهق، بس اوعى تنام، اوعى تضيع لحظة في اليوم دوت. واول ما هتغرب الشمس انت كده هتسيب عرفة وتروح على مزدلفة. وطول ما انت ماشي في الطريق بتلبي. رايحين فين دلوقتي؟ رايحين هنبات في مزدلفة، وهي دي سنة الرسول ان احنا نبات في مزدلفة. الرسول بس رخص للستات والضعفاء وكبار السن ان هم ما يباتوش الليلة دي في مزدلفة، بس لازم يعدوا عليها ويقضوا فيها وقت. هتعمل ايه في مزدلفة؟ هتجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وبعد كده هتنام. هسيبك تنام وهجيلك بكرة عشان نكمل مع بعض الرحلة حول المناسك. استنوني.